يوليوس قيصر القائد الروماني كان في حرب وسط المدينة، وأساطيله اتحصرت في المينا، فقرر يحرق السفن اللي حواليه عشان يمنع العدو من استخدامها ضده. بس النار زي العادة ما تعرفش حدود. الرياح كانت شديدة وشالت الشرارة من السفن لبيوت المدينة، ومن هناك للنقطة اللي ما كانش المفروض توصل لها أبدا، مكتبة اسكندرية. تخيل المشهد، لفايف برج عمرها سنين بتولع واحدة ورا التانية، الدخان طالع للسما، والناس بتجري، والكتب اللي كانت بتعلم العالم بتتحول رماد في لحظات. المؤرخين بيقولوا إن وقتها ضاع أكتر من 40,000 لفافة بردي، لكن بعضهم بيقول إن المكتبة كان ليها فروع ومخازن سرية حوالين المدينة، واللي قدروا ينقلوه قبل الحريق ممكن يكون محفوظ في أماكن بعيدة عن النار. ده معناه إن مش كل المعرفة راحت مع الحريق، واللي اتحرق وقتها مجرد جزء صغير منها. ودي بس كانت البداية، الشرارة الأولى في سلسلة نهايات هتفضل تتكرر كل قرن في شكل جديد.